بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم حبايبي في كل مكان. انا هعمل بقى ايه، طريقة معجنات او مخبوزات او فطاير زي ما تقول عليها قولي، هي بتاعت الافران. بس انا هعملها لك وتشوفي الفيديو هيعجبك قوي وهتعمليه ان شاء الله وهيبقى حلو وينفع الاولاد وهم رايحين الامتحانات يفطروا بيه الصبح او ياخدوه معاهم في كسندوتشات. جميل قوي. الاول هنجيب ايه، نص كيلو دقيق، يعني الكميه اللي انت عاوزاها، بس انا جبت نص كيلو دقيق اللي هو متعدد الاغراض. حطيت نص معلقه ملح صغيره، معلقه بيكنج باودر صغيره، معلقتين سكر، معلقه خميره كبيره، وده بقى ونص كوبايه زيت. ده بقى مكعب زبده، لو لا اختيار يعني، ممكن ما تحطوش، فيش اي مشكله خالص. هي كده كده حلوه من غير اي حاجه. وكوبايه ميه دافيه. بس كده، دي المكون. ومعلقه صلصه. هنعجن بقى ايه المكونات دي كلها مع بعض ونوريكم العجينه شكلها ايه، وبعدين نشكلها ونخبزها وتشوفوها ان شاء الله. حطيت بقى كده ايه معلقه صلصه كمان اهي. معلقه الصلصه دي مهمه جدا. دي بتدي طعم للعجينه وبتدي لون جميل قوي قوي للعجينه وبتخليها حلوه قوي، وهتبقى ان شاء الله موزيه للاطفال وحلوه يعني حلوه للاطفال والفطار للكبار كمان. كده بقى نحط معلقه كوبايه الميه الدافيه دي دافيه، يعني عشان الخميره بس تتفاعل، تبقى هي ايه، كوبايه ميه دافيه مش سخنه ولا ساقعه. كده عجنت خالص اهو، العجينه زي الحريره اهي، جميله جدا اهي. هنسيبها بقى تخمر. هنغطيها بقى هنغطيها بستريتش وبعدين بالفوطه كده ونسيبها تخمر لحد ما تخمر كده ايه. نبدا بقى نشكلها ونوريها لكم ان شاء الله. وصلت لحد كده بقى، حط لنا لايك واشتراك لو سمحتوا. اهي كده بقى هنسيبها تخمر، اهي خمرت يعني في لمح البصر. شوفوا بقت شكلها ايه، ارتفاعها شكله ايه، جميله جدا، والفقاقيع اللي طالعه منها الهوا دي جميله قوي، انها مظبوطه يعني. وفعلا هي مظبوطه، وكانت ريحتها وهي بتتخبز جميله وطعمها تحفه. هنجي بقى نكورها كده كور صغيره خالص، قد الليمونه الكبيره كده، عشان هنعملها ايه، هنشكلها زي العيش الفينو كده بالظبط. كده هنكورها اهو بنفس الشكل ده اهو. يعني هي كور صغيرة كده حلوة قوي يعني، ما تكبريهاش عن كده، كده كويس قوي. بس فعلا الطريقة دي جميلة جدا ومغذية جدا وحلوة وسهلة وبسيطة ومتكلفش اي حاجة. كده خلاص اهو، هنسيبها بقى ترتفع شوية. بعد كده بقى هنجيبها نبططها كده. نبططها بقى ايه بايدك، بتفرديها يعني، نبططها يعني نفردها بايدينا كده شوية ونحشيها ايه، جبنة بقى. اي نوع جبنة عندي، انا حشيت جبنة، كان عندي جبنة دومتي، جبنة بتاعت مثلثات دي. عندك جبنة رومي، عندك أي جبنة عندك تحشيها بيها، حتى لو سادة برضو هي حلوة. شوف العجينة مفرودة وحلوة وجميلة ازاي. هتبططيها بقى ايه بيضاوية كده، مش مدورة يعني، تحس انها مطولة شوية، بيضاوية شوية. بعد كده بقى تحشيها الجبنة اهو. دي جبنة بيضة خالص، جبنة دومتي دي أو أي جبنة يعني. بعد كده بقى ايه، تحط حته جبنه حلوه كده علشان تبقى ايه، بتبقى حلوه قوي، مش بتبقى حادقه ولا حاجه ولا تزهق ولا حاجه، حلوه قوي. بعد ما تخبز تبرميها بقى، تبرميها بنفس الشكل كده، ضروري البرمه دي عشان هتديكي الهشاشه بقى. نفس الشكل ده اهو. نكرر كله تاني كمان مره اهو. اهي بتتفرد في ايدك، تسيب العجينه ترتفع كويس، هتبقى مفروده وحلوه وسهله جدا في التشكيل معاك. جيب برضو الجبنه اهو، يعني ايه افردها شويه عشان ما تبقاش مكلكعه في مكان واحد يعني. كده تبرمي وتلف بنفس الطريقه كده بنفس الشكل ده. تتاكدي ان هي اتقفلت من مكانها عشان ما تتفتحش، بنفس الشكل كده تضغطيها شويه عشان ما تتفتحش في الخبيز. نضغط العجينه كده علشان ايه تفضل حلوه ما تنشفش والشاي شقق يعني.
بس والله كانت جميلة وفي منتهى الجمال، وحاجة سريعة وحاجة من بيتك وحاجة نظيفة وحاجة ضمناها وأحسن من الشراء. طبعا دي بقى مثلثات اهي، أي نوع جبنة مثلثات. ولوش موجودة، الموجود عندك اعملي احشي بيه. تبرمي نفس البرمة دي كده وتأكدي انها ايه اتقفلت كويس عشان ما تفتحش. بس كده، سهلة سهلة قوي قوي، سريعة وسهلة كمان. اه بكرر العملية هون يعني، بكرر الطريقة يعني، عملية ايه الطريقة. اه يعني سمكها حوالي ايه 2 سنتي كده او سنتي ونص كده، عشان متبقاش تخينة وتبقى هشة كده وحلو. افردي بس الجبنة علشان ايه ما تكلكعش في مكان واحد. حاجات كده سهلة وخفيفة وموجودة عندك في البيت ومش هتكلفك اي حاجة. لا ما تعمليش، اعملي واعملي للاولاد حتى فطار، ياخدوها معاهم وهم رايحين المدرسة الشغل، اي حاجة حلوة بتنفع في كل حاجة. وفي ثانية تكون يعني في ثواني تكون عملتيها، ساعة زمن تكون كل حاجة خلصت. اه نفس الشكل الجميل ده اهو. ايوه كده، بس احنا عسرويين بقى. جبنا مثلثات، افرديها. اه تلفي وتبرمي. اه هي اللفة دي مهمة جدا عشان بتطلعه زي العيش الفينو الخفيف الهش الحلو ده. المكونات نص كيلو دقيق. دي بقى طريقة ايه الاول، دي طريقة حلوة بقى قوي برضو بالتفاح والسكر بالقرفة. تجيبي التفاحية لو عندك يعني زي كده التفاحية ما اتاكلتش خالص كده، تقوم مقطعة قشريها كده وقطعيها قطع صغيرة حلقات صغيرة كده، وتقوم ايه حطها في سكر على في قرفة، يعني سكر بالقرفة كده بتقلبيها فيها كده، وتحشيها بسكر بالقرفة تبقى نوع حلو ونوع حادق وحلوة قوي. ما تقوليش مثلا ان يعني هنحشي مش عارفه ايه التفاح مع، لا حلوة قوي التفاح معاها، حلو قوي حلو التفاح بيتكرمل فيها كده ويستوى بيبقى جميل جدا. اوريها لكم لما تطلع من الفرن. بس انت اعملي وجربي وادعيلي ان شاء الله كده، وحطوا لنا بس لايك واشتراك للقناه. اه تلفيها بالقرفه بالسكر وتبرم بنفس الشكل برضه، نفس اللي احنا عملناه في الجبنه هنعمله بالقرفه والسكر والتفاح. حاجات مغذيه للاطفال، حاجات مغذيه للاطفال والكبار كمان. بس نفضي الدقيق عشان ميبقاش وشها في دقيق يعني كتير. يعني الواحدة الصغيرة بتتفرد حبة صغيرين. لسه بنعمل بالتفاح اهو. كده بنفس الشكل ده. اهو تخلي العجينة يعني وانت بتفرديها مش مدورة، تبقى هتحس يعني بيضاوية شوية. دي بقى سادة اهي برضو حلوة جدا، اكنك بتعملي عيش توست، اللي هو العيش الفينو الصغنن ده. هي تخمر بقى هتتنفخ شوية تبقى ايه زي العيش التوست بالظبط. اهو شفت بقى، اهي نفخت شوية اهي بعد ما خمرت كمان شوية. نحط بقى سمسم وحبة البركة. عاوزة تحط سمسم دي بيضة بمعلقتين لبن برشة قرفة صغيرة علشان زفرة البيض، ولا كان زفر ولا أي حاجة خالص لأنه بيض بلدي. وإيه وتربيهم في بعض كده وتدهني الوش بالفرشة. وبعد كده إيه تحطي بقى ترشي رشة اسمها إيه دي، آه استغفر الله العظيم يا رب اللهم صل على النبي، حبة البركة وسمسم. ادي واحدة حبة البركة والسمسم، والتانية برضه شوف النص كيلو دي يعمل قد ايه جميلة، حبة حلوين قوي، حبة حلوين يقضوا فترة يعني. اهو بنفس الشكل ده اهو.
دي معلقتين لبن على بيضة او صفار بيضة بس. ممكن ما تحطش، لو ما عندكش لبن حط مية عادي، بس مية بسكر او عسل اسمر، كله حلو. كده تدهني، وبعدين ترشي بقى ايه، السمسم وحبة البركة، وممكن سادة خالص. بس شوفي بقى معلقة الصلصة عاطية العجينة لون حلو ازاي، وطعم احلى. المقادير: نص كيلو دقيق، او اعملي كيلو ضعف الكمية زي ما انت عاوزة بقى. نص كيلو دقيق، نص معلقة ملح صغيرة، معلقة بودر صغيرة، معلقة خميرة كبيرة، معلقة واحدة. انا حطيت معلقة وشوية، بس هي معلقة واحدة كبيرة كويسة اوي، بس تكون معلقة كبيرة حلوة مليانة كده، خميرة فورية. آه، معلقة معلقتين سكر، آه، معلقة صلصة، نص كوباية زيت، معلقة كوباية مية دافية. هي دي المقادير بس. بس كده. كده بقى هنسيبهم يعني ايه يخمروا شوية برضو، عشان الرغيف كده يتنفخ ويبقى حلو، عشان يبقى هش في بعد ما يطلع من الفرن. وهتشوفوا النتيجة ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا. اهو نفس الشكل الجميل ده. كده بقى هندخله الفرن على درجة حرارة 100 طبعا درجة حرارة الفرن بتاعتك، بس هو ده خبيز طبعا. فهي انا عملتها على درجة حرارة 180، وكانت جميلة جدا. بعد ما طلعت بالفرن اهو بردت شوية. الشكل الجميل الظريف ده اهو، هشة وخفيفة وايه واسفنجة كده اهي. نفس الشكل شايفين؟ حلوة قوي قوي قوي. ولا ريحتها والله اللي دخل يقول لي ايه الريحة الجميلة دي. عاوزة بقى اكسر لكم واحدة من اللي فيها التفاح، وواحدة من اللي فيها الجبنة. احنا ايه، محدش يقول لي ايه يعني ايه، آه، ازاي هتحطي العجينة بالصلصة تحطي فيها تفاح؟ اللي هي ايه اللي عاوزة ما تشوفش اللي هي عارفة نفسها يعني، اللي هي عارفة نفسها. اهو شايفين الكمية قد ايه؟ من نص كيلو دقيق، حاجة حلوة قوي. تعال بقى نشوف مع بعض. دي اللي بالجبنة اهي، وهي كمان دي كانت ما طلعتش كويس. شوف الهشاشن، وشوف التفتيح اللي في العجينة، قلب العجين الفطيرة او مش عارفة اسمها ايه بقى، زي ما تسموها. شايفين؟ اهو اهو جميلة جدا. وشوف الجبنة طالعة منها ازاي، الزبدة. شفتوا بقى اللي بالتفاح كرملت، شوفوا قلبها هش وفتح ازاي. كرملت، شوف التفاح استوى الكرمل ازاي. اللي يقول بقى صلصة مش عارفة ايه وقف ويع وهيرجع علينا، ده اللي حبيبتي انت اللي بتتوحمي. ما ترجعش علينا، رجعي في حتة تانية اللي بتتوحمي، ربنا يكملك على خير. اهو نفس الطريقة الجميلة دي، جربوها تعجبكم جدا. اهو ادي الكمية، شايفين؟ ده بقى الفطار بقى مع نفسك كده، واحدة بقى مع نفسها كده، او حد مع نفسه كده عاوز يفطر. اهو كوباية شاي ظريفة كده، وقرصتين من دول، او كعكتين من دول، او مش عارفة اسمهم ايه، زي ما انتوا زي ما تسموهم. انا مش عارفة اسمهم، عادي اي حد يعرف اسمهم، فطاير. انا بسميها فطاير فرن يعني. كوباية الشاي الجميلة دي والرغيفين الحلوين دول، احلى فطار. نفس الشكل ده. الفيديو ده بقى حلو قوي، يستاهل منكم لايك واشتراك من فضلكم. اهو. وشكرا شكرا ليكم.